اليوم وكما منذ ملايين السنين، وهذا المفترس الشرس القرش الأبيض العظيم يخوض صراعا من أجل البقاء مع الفقمة ذات الفراء البني. قد لا تكون المخاطر كبيرة، فهذا الصراع وجد مع وجود هذه الحيوانات، صراع حياة وموت نراقبه بعين مختلفة في برنامج أنا وحش. القرش الأبيض العظيم والفقمة ذات الفراء البني هما خصمان متناسبان، لكن في حالتهما القرش الأبيض العظيم هو الذي يشن هجوما ممتازا، يصعد إلى السطح كصاروخ بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، فيندفع بكل عزم ليخترق سطح الماء ويرتفع 3 أمتار في الهواء. وبواسطة الأسنان ال50 الحادة والمسننة يأخذ قضمة من خاصرة الفقمة فيقطع شريانها الرئيسي. الفقمة تصاب بجرح مميت، لكنها لا تزال حية. الآن سيقوم القرش بسلوك معاكس للحدس والتوقع. سيبتعد عن الفقمة. تهاجم الفقمة المنازعة بأنيابها ومخالبها، والقرش يعرف أنه قد يتعرض لإصابة بالغة، فيتراجع وينتظر ويدع الفقمة تنزف حتى الموت. اليوم فاز هذا القرش بوجبة معتمدا على استراتيجيته ومناورته، لكن الوضع لم يكن دائما هكذا من قبل، فالسعي إلى الحصول على لقب المفترس الأول لم يحصل بين ليلة وضحاها. إن السنة الأولى من حياة القرش الأبيض هي الأكثر خطورة على الإطلاق. منذ ولادته لا يحصل على شيء من أمه، لا طعام لا حماية. تكون كل الحيوانات معرضة للخطر خلال السنة الأولى من حياتها، وقد تصل نسبة فشل صغير القرش الأبيض في إتمام عامه الأول إلى 70%. الخطر الأكبر هو الجوع. ولكي يتعلم صغير القرش الأبيض عليه أن يسلك طريقا صعبا وشاقا، فتعلم البحث عن الطعام هو أمر فائق الأهمية لكي ينجو. لذا نجد الصغار تأكل أشياء مستقرة في القعر، أشياء يسهل الحصول عليها. على الصغير أن يجد ما يكفي من الطعام لكي ينجو، لكن ليست هذه المشكلة وحسب، فهو يمثل في عمره هذا فريسة للحيوانات المفترسة التي تفوقه حجما وسرعة. قروش الماكو، حيتان الأوركا، حتى القروش البيضاء البالغة تعده عشاء لها. إن كل يوم هو صراع بقاء يخوضه صغير القرش الأبيض، لكنه في النهاية ينجو مكتفيا بأكل الأسماك الصغيرة، وبالرغم من كل ذلك يبلغ عامه السابع.
لقد شهد جسمه تحولا كبيرا، فعندما ولد كان طوله 1.20 سنتيمترا، لكنه ازداد في كل عام 30 سنتيمترا ليبلغ 3.40 سنتيمترا. وزنه 350 كيلوغراما، أي 16 أضعاف وزنه عندما ولد. لكن التحول الأهم هو في فمه. قبل الآن كانت أسنانه ضيقة ومسننة جيدة لالتقاط الأسماك الزلقة، لكن خلال السنة الماضية ازداد عرض أسنانه سنتيمترا كاملا، فأصبح حجمها مثاليا لقدم اللحم وتمزيق الغضروف والعظم. لديه كل ما يحتاجه لكي يصبح وحشا مفترسا، ما عدا الخبرة، لكنه على وشك اكتسابها. في الأعلى يرى شيئا ضخما أمامه. فيستمر في التقدم نحوه على الرغم من أن غرائزه تدفعه إلى الخوف، لكن شيئا ما يدفعه إلى الأمام، شيء يشم رائحته، شيء لا يقاوم. وهذا أخطر سلوك على الإطلاق قد يكلفه حياته. تكبر الصغار وتصادف من وقت إلى آخر بعض الجثث، حيتانا نافقة أو فقمات نافقة، لكنها صغيرة بحيث لا تستطيع أن تلتقطها وحدها، فتقتات بها قليلا وتتذوق طعمها. طعم سيغير حياتها، لحم الثدييات البحرية. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالنكهة، فجسمها الضخم يحتاج إلى وحدات حرارية. إن هذا اللحم الغني بالشحوم يزود القرش ب8 أضعاف ما تزوده به الأسماك من الوحدات الحرارية. 22 كيلوغراما من شحم الحوت يحتوي على أكثر من 210,000 وحدة حرارية، وهذه كمية تكفيه 6 أسابيع تقريبا. إنه على بعد خطوة واحدة عن الفريسة التي يفترض به أن يفترسها، الفقمة ذات الفراء البني. لكنه سيمضي الشهر القادم في البحث عن جيفة أخرى، عن مذاق آخر من دون جدوى. إنه في حركة دائمة لا يعرف النوم، جسمه يحرق 5000 وحدة حرارية في اليوم. إنه جائع. لكن فجأة يسمع قعقعة آتية من بعيد فينسى جوعه. الضجيج يعلو. هذه الذبذبات خافتة جدا. لكنها بالنسبة إليه عالية وواضحة. تقع أذناه داخل رأسه، وهما محميتان من ضجيج المحيط الناجم عن الاحتكاك بالمياه بينما يعبرها.
تلتقط أذناه أصواتا ذات ذبذبات منخفضة جدا، أقل من تلك التي يستطيع البشر سماعها ب200 مرة تقريبا، وهو يستطيع سماع شيء يتحرك في الماء على بعد كيلومتر فاصل 6. مع اقتراب الصوت اشتم رائحة مألوفة، رائحة جعلته يتذكر الحوت النافق. إنها رائحة دم الثدييات التي لا يمكن أن يخطئ في تحديدها. لكن هذا ليس حوتا، إنه أصغر حجما من الحوت، وهو ليس جيفة بل يتحرك. يتحرك وهو مصاب بجروح ولحمه بدأ بالتحلل. هكذا بدأت القصة. ثم رأى العشرات من هذه الحيوانات. وفجأة وجد نفسه في مكان سيغير حياته إلى الأبد. إنها سيل آيلاند أو جزيرة الفقمة عند ساحل أفريقيا الجنوبية، موطن 70,000 من الفقمات ذات الفراء البني. لقد أحرق 160,000 وحدة حرارية من الوحدات 210,000 التي اكتسبها من جيفة الحوت. لذا فهو يبحث عن هدف دون إضاعة الوقت. لقد رأى مجموعة من الفقمات تسبح بالقرب منه، فاقترب منها من الأسفل. ارتفع ببطء وراح يزيد من سرعته مع كل حركة من ذيله الضخم. لكن هناك مشكلة. لقد رأته الفقمات فبدأت حربا دفاعية. لو كانت غريزة الدم البارد التي لديه هي التي دفعته إلى شن الهجوم لكان قد فاز بوجبة، لكنه تصرف بطريقة خاطئة. هذه الفقمات فائقة السرعة وهي رشيقة جدا، وعندما تشم أو تشعر بوجود قرش أبيض تعرف كيف تتخلص منه وتنجو بنفسها. إذن كيف تمكنت هذه الفقمات من خداع هذا المفترس الشرس؟ لقد نجحت في ذلك معتمدة على واحد من الإجراءات المضادة الأكثر فعالية، إنه القفز إلى خارج الدائرة. عندما بدأ القرش الصغير هجومه من الأسفل، رأى الفقمات العديدة عند السطح كأنها جسم واحد، فتوجه نحو نقطة الوسط. لكن الفقمات حذرة جدا، وقد عرفت أنها تتعرض للهجوم، فراحت كل واحدة منها تقفز بعيدا عن نقطة وسط الدائرة نحو محيطها، مشكلة بذلك ما يشبه الينبوع. القرش يتردد،
والفكمات لا تحتاج إلى أكثر من جزيئات من الثانية لكي تتفوق عليه. وهذا القرش فشل في الحصول على وجبة بعدما أحرق الوحدات الحرارية الثمينة. لقد أصبحت الفكمات شديدة الحذر بعد الهجوم الفاشل الذي شنه القرش. لم يكتفي القرش الصغير بالمخاطرة بلقمة عيشه، بل أثر هجومه الفاشل أيضا على القروش البيضاء الأخرى التي جاءت إلى جزيرة الفكمة من أجل الصيد. بدأت عشرات القروش البيضاء ترحل عن الموقع للبحث على ما يبدو عن طعام في مكان آخر. القرش الصغير يلحق بها ويراقبها. خلال صراعه الدائم هذا، لا تمثل قوة القرش الأبيض الجسدية وحدها نقطة تصب في مصلحته وحسب، بل ما يجعل من هذا القاتل مفترسا مخيفا هو أنه تعلم كيفية توظيف علم النفس في استراتيجية الصيد التي يعتمدها. عندما تنتشر الفكمات فوق الصخور تصبح بأمان بعيدا عن القروش. إذا ما الذي يفعله القرش الذكي؟ إنه يكتفي بالسباحة ذهبا وإيابا في ذلك الموقع حيث تنتشر الفكمات ويراقبها ليرى إن كانت ستعود إلى الماء عندما يبتعد عنها. تسبح القروش الأكثر خبرة قبالة الشاطئ، ثم تنتظر. لقد نجحت الخدعة. عادت الفكمات إلى الماء. تسللت القروش إلى الجزيرة بهدوء. لكن القرش الصغير ترك المجموعة وابتعد عنها. لقد سمع صوتا قادما من بعيد. عرف بوجود فكمتين على بعد نصف كيلومتر تقريبا تسبحان وحدهما. عندما اقترب منهما مسافة 9 أمتار شيء آخر وجهه نحو الفريستين. لقد شعر بوجودهما من خلال الخط الجانبي الذي لديه. يمتد الخط الجانبي لدى القرش على جانبي جسمه من أنفه حتى ذيله، فيتحول جسمه إلى جهاز ضخم للاستشعار. تعمل الأقنية المليئة بالسائل داخل خطه الجانبي كجهاز استشعار الحركة، فتلتقط تغير الضغط الذي تحدثه الذبذبات الفائقة الدقة تحت الماء. وهي ذبذبات تضغط جلده بمقدار جزء من 30 من المليمتر الواحد، أقل من شعرة شارب الفكمة.
عندما تخفق الفقمة تحت السطح تتحرك جزيئات من الماء على مسافة معينة وتصدر صوتا يعرف بصوت الحقل القريب، فيلتقط القرش هذه الحركة في الماء بواسطة الخط الجانبي الذي لديه. يمتد الخط الجانبي لدى القرش الأبيض من أنفه إلى فمه نزولا عبر جسمه حتى ذيله، والقرش يستخدمه لكشف الذبذبات التي إلى جانبه. تخيلوا أنفسكم في غرفة مظلمة وقد لامسكم أحدهم، فتشعرون بشعر ذراعكم وهو يتحرك باتجاه واحد، وستعرفون أن شيئا ما مر بالقرب منكم. الخط الجانبي لدى القرش هو الذي ينقل إليه هذه المعلومة. أصبحت الفقمتان مكشوفتين على بعد 9 أمتار. اقترب منهما وهو مستعد للقتل لأول مرة في حياته. لكنه غير فجأة مساره. لقد حصل شيء ما. القرش قوي جدا، لكن يبدو أنه سيتخلى عما كان يبحث عنه وقتا طويلا. قد يحصل على وجبة، وقد تكلفه المعركة حياته. لقد التقط أنفه الحساس رائحة ما. لابد أنها وجبة مغرية جعلته يترك فقمتين ويلحق بها. هذا لأن ثلث دماغ القرش تقريبا مخصص لحاسة الشم. إن جهاز الشم الذي لديه حساس لدرجة أنه يستطيع كشف وجود دم في الماء حتى لو كان بكثافة نسبتها 1/1,000,000,000، وهذا أشبه بكشف شخص واحد في منطقة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة جزيرة مانهاتن. وهذه الرائحة هي رائحة دم فقمة لم يمض وقت طويل على قتلها. تصور أنك تريد إعداد همبرجر. في البداية لا تشم الرائحة، لكن ما إن تبدأ بإعداده على النار حتى تفوح الرائحة الشهية وتنتشر في أرجاء المكان. عندما يشم القرش رائحة ما في الماء يشم الحمض الأميني، ونسبة الحمض الأميني في الماء هي التي تزود القرش بمعلومات عن وضع الفريسة حية كانت أو نافقة، مقتولة منذ وقت قصير أو غير ذلك. عندما تقتل فقمة ما تفوح على الفور رائحة كرائحة الهمبرجر فيشمها القرش. قرش آخر قتلها، أنثى قرش ضخمة. يظن القرش الأبيض الفتي والساذج أن باستطاعته الحصول على قطعة من هذه الفريسة. على القروش أن تكون كفؤة وهي تلتقط فريستها، وعليها أن تكون أيضا ماهرة في الحفاظ على مقدار الطاقة التي جرى توظيفها في عملية القبض على الفريسة. وبالتالي إن جاء قرش آخر وحاول أخذ الفريسة فستدافع عنها وتطرده. لكنه يتضور من الجوع. لم يبقى لديه سوى احتياطي ضئيل من الوحدات الحرارية التي اكتسبها عندما أكل من لحم الحوت النافق منذ 5 أسابيع تقريبا، وهو بدافع اليأس مصمم على محاولة سرقة جيفة الفقمة. المعركة الآن هي بين قرشين. توجه مباشرة نحو الأنثى، فاصطدما كقطارين مندفعين بسرعة 40 كيلومترا في الساعة دون أن يتردد أي منهما في مهاجمة الآخر. لكنه في اللحظة الأخيرة يستسلم. إذن كيف خسر القرش الفتي المعركة دون أن يصاب ولو بخدش واحد؟ لأن هذه المعركة كما معظم المعارك بين القروش البيضاء العظيمة
جرت تسويتها حتى قبل أن تبدأ. إنه نظام صارم مبني على القامة والعدائية، والأهم من كل ذلك على الحجم. لدى معظم القروش لغة جسدية ترسل معلومات مثل أنت في منطقتي أو أنا أكبر منك، من الأفضل لك أن تتراجع. عادة ينال القرش الكبير ما يريده، والقرش الأصغر حجما يطرد ولا يحصل على شيء. فعندما يتعلق الأمر بالطعام وبوجبة تكفي شهرا كاملا، لا تحب القروش المشاركة. ومثال على ذلك إن وضعت 10 أشخاص في غرفة واحدة وتركت أمامهم شطيرة، فربما يأخذ كل واحد منهم قضمة صغيرة ليتذوق الطعام. لكن إن تركتهم من دون طعام أسبوعين ثم وضعت أمامهم شطيرة، فسيتخلون عن الدبلوماسية والأدب، وسيتنافسون بكل شراسة للحصول حتى على قضمة صغيرة. والأنثى غالبا ما تسيطر على الذكر لأنها أكبر منه حجما. إذن لماذا تركز القروش على التراتبية؟ إنها تفعل ذلك لتجنب الاقتتال، فهي حيوانات مفترسة مزودة بأسلحة قاتلة، والقتال ما بينها يعني الموت. لذا فهي لا تخاطر بحياتها من أجل شيء لا يستحق العناء. وهكذا تراجع القرش الذكر الفتي من أمام الأنثى التي قتلت الفقمة والتي تفوقه حجما وقوة. إنه متعب والجوع أنهك قواه. بدأ يتلاشى. ستة أسابيع مضت على تناوله من لحم الحوت النافق آخر مرة، ولم يعد باستطاعته الصمود وقتا أطول. إنه بحاجة إلى وجبة غنية بالدهون وبالوحدات الحرارية الحيوية لكي يستمر. لحسن حظه عادت عدة فقمات إلى الماء، فحدد هدفا. لقد تعلم ألا يهاجم مجموعة من الفقمات. هذه المرة ركز على فقمة واحدة. انطلق من الأعماق واضعا فقمة واحدة نصب عينيه. لكن قبل أن يصل إليها اختفت. راح يبحث في الأفق، لا شيء. استدار وعاد نحو الأسفل، لكن الفقمة اختفت. القرش الآن محبط. كيف تمكنت الفقمة من أن تختفي من أمام عينيه؟ إن سبب هذا التدبير المعاكس الذي يتحدى الموت هو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرش. لقد رأته الفقمة. القرش الأبيض هو صياد متخفٍ، وهذه الميزة تكمن في جلده الذي يخدع البصر، إذ يختلط لون القسم السفلي من جسمه مع سطح الماء المضاء عندما نراه من الأسفل، كما يختلط لون القسم الأعلى من جسمه مع لون قاع المحيط إذا ما نظرنا إليه من الأعلى. يكاد القرش لا يرى إلا عندما يصعد إلى سطح الماء. بينما راح القرش يستعد لمهاجمة الفقمة من الأسفل، انكشف بطنه الأبيض في وقت مبكر، فكان وميض اللون الأبيض بمثابة تحذير للفقمة التي كان لديها الوقت الكافي لكي تتخذ تدبيرا معاكسا جريئا. عندما اقترب القرش
تحركت الفقمة بسرعة وهربت وتموضعت خلف زعنفة ظهر القرش. لم تعد في مجال نظره. انتقلت الفقمة إلى موقع لا يستطيع القرش رؤيتها فيه. هذه مناورة تدعى البقاء خلف القرش، وهي الطريقة الفضلى للنجاة من أسنانه الحادة القاتلة. تستمر هذه الوضعية حتى تتاح الفرصة أمام الفقمة لكي تهرب وتنضم إلى مجموعتها، أو لكي تعود بسرعة إلى الشاطئ. تراجع القرش عن صيده بعدما أنهكه التعب والإحباط. الهجوم الفاشل استهلك الكثير من الوحدات الحرارية. لقد خسرها خلال المطاردة القصيرة للفقمة الماهرة. 6 أسابيع مضت على آخر وجبة تزود خلالها ب210,000 وحدة حرارية عندما أكل من لحم جيفة الحوت. أما الآن فقد استهلكها كلها. إن لم يوفق القرش في الحصول على فقمة في سيل آيلاند، فقد يضطر إلى التوجه إلى مكان آخر ليجد ما يأكله، وإلا فسيقتله الجوع. إنها لحظة دقيقة في حياة هذا الصياد الفتي. لحسن حظه يتمتع هذا المفترس بخزان احتياطي. عندما يتناول القرش وجبته، تخزن الدهنيات الإضافية التي يحصل عليها في خزان وهو الكبد. تتجمع المواد المغذية وبخاصة الدهنيات، وتتخزن في كبده لكي يستخدمها فيما بعد كمادة مساعدة للعوم وكاحتياطي عندما يخسر الوحدات الحرارية ويفقد طاقته. يتألف كبد القرش من فلقتين ضخمتين، ويشكل حوالي 10% من كامل وزن جسمه. هاتان الفلقتان مليئتان بالزيت الغني بالوحدات الحرارية، أكثر من 50 كيلوغراما تقريبا. لكن المذهل هو أن جسم القرش يعوم بفعل كبده الغني بالزيت، إذ أن الزيت أخف وزنا من الماء وأقل كثافة منه. استهلاك زيت كبده يبقيه حيا، لكنه يفقد القدرة على العوم ساعة يخسره. إن لم يصطد في وقت قريب سيبدأ بالغرق. ستصبح السباحة أكثر صعوبة. والآن بعدما بات على حافة الانهيار، أصبح بحاجة إلى بذل جهود أكبر. القرش يبحث يائسا عن وجبة يأكلها، وهو بحاجة إلى طريقة تمكنه من الحصول عليها. لقد قرر أن يتعلم. هناك نظرية تقول إن هذا النوع من القروش البيضاء الفتية يتعلم ربما اصطياد الثدييات البحرية من خلال مراقبة قروش أخرى وهي تقوم بذلك. إنه يراقب قرشا أبيض آخر من مسافة بعيدة، وهو يتموضع على عمق 18 مترا تحت الفقمة ذات الفراء البني. إنها مسافة كافية لكي يراها بوضوح، لكنها بعيدة بما يكفي لشن هجوم خاطف. الفقمة تبدو حذرة، والقرش الأكبر ينتظر طويلا. لكن الفقمة توقفت عن المراقبة بعد وقت قصير وارتاحت. على القرش ذي الخبرة أن ينفذ الهجوم الصحيح في الوقت الصحيح، وقد يمثل هذا الفرق بين الهجوم الناجح والهجوم الفاشل. بدأ القرش الأكبر بالصعود.
إنها غارة القرش الأبيض. لكن كيف يندفع قرش وزنه طنان ويقفز خارج الماء ليرتفع 3 أمتار في الهواء؟ تبدأ هذه العملية من جلده المطاط والكثير المرونة، فعندما يلتوي جسمه يتمدد جلده ثم يرتخي كالمقلاع، وهذه الحركة تتكرر عدة مرات متتالية. إن 3/4 كمية عضلاته مصنوعة مما يسمى العضل الأبيض، الذي يستطيع من خلال الألياف المتشابكة أن يولد طاقة هائلة في اندفاعات قصيرة، فيندفع خارج الماء بطاقة تعادل 10 أضعاف الطاقة التي تدفع الرصاصة من مسدس ماغنوم 44. كما يستطيع هذا المفترس من خلال جسمه الانسيابي أن يسبح أسرع من أي عداء بين البشر. إن السهولة في عبور الماء بهذه السرعة العالية تنتج واحدا من أعنف الهجومات على وجه الكوكب. أخيرا تعلم القرش الفتي ما كان بحاجة إلى تعلمه من خلال مراقبة القرش الأكبر. عليه أن يكون صبورا وأن يفاجئ الفريسة. على الفور اشتم رائحة مألوفة وسمع صوتا يعرفه. راح يسبح بهدوء باتجاه واحد حتى أصبحت الفقمة داخل مجال رؤيته. الآن عليه الاعتماد على بصره من هذه المسافة التي تراوح بين المتوسطة والقريبة. استقر على عمق 18 مترا تحت الفقمة. في البداية كانت الفقمة شديدة الحذر مما يحيط بها، لكنها ارتاحت بعد قليل. عرف القرش أن وقت الهجوم قد حان. اندفع نحو الفريسة، لكن خلال اللحظة الأخيرة والحاسمة ارتفعت عيناه داخل رأسه. لقد انتظر هذه اللحظة وقتا طويلا جدا، والآن بعدما أصبح على بعد سنتيمترات قليلة عن الهدف فقد الرؤية. عليه الآن أن يعتمد على حاسة لا يمكن للبشر أن يتصوروها، وهي حاسة التقاط الكهرباء. كل حركة عضلية لدى المخلوقات الحية تولد حقلا كهربائيا صغيرا، والقروش تستطيع أن تشعر بأصغر التغيرات في هذه الحقول من خلال هلام ناقل للتيار الكهربائي موجود داخل المسام المنتشرة على طول رأسه. فعندما تقوم الفقمة اليائسة بمحاولة الهرب، يحدد القرش موقعها ويكمل مطاردتها. اندفع القرش في الهواء ممزقا لحم الفقمة بعدما نهشه بأسنانه الحادة القاتلة. لقد حقق هجوما ناجحا، لكنه لم يحصل بعد على وجبة. الخطوات التالية في غاية الأهمية. الفقمة الآن جريحة تنزف وأمامها خيار واحد،
وهو مهاجمة القرش بكل شراسة بواسطة مخالبها بحيث يخاف ويتركها. لكن القرش الفتي تعلم الصبر. عندما تكون الفقمة كبيرة يتركها القرش ثم يدور حولها وينتظرها لكي تنزف حتى الموت، فإن انتظرها تموت وتصبح وجبة سهلة. لكن إلى متى سينتظر؟ قروش أخرى شمت رائحة الدم. إن انتظر القرش يزول الخطر، لكن في الوقت عينه قد يخسر وجبته. وهنا يقع المفترس في حيرة: هل أغامر وأعرض نفسي للعض والخدوش وأفقد بصري؟ أم أنتظر قليلا وأجازف بالوجبة؟ إن الانتظار ومراقبة الفقمة وهي تنزف حتى الموت هما لصالح القرش. لكنه خلال دقائق شعر بقدوم قروش أخرى. الفقمة تبدو ميتة، لكن هل هذا صحيح؟ لحسن حظه الفقمة نفقت. بعدما أخفق مرات عديدة نجح الآن وتمكن من الصيد. ينقض على فريسته بواسطة فكين من أقوى الفكوك على سطح الأرض. تبلغ قوة العضة الواحدة طنين. ولا مشكلة إن انكسرت واحدة من أسنانه 50، لأن الأسنان التي تنبت على مدى حياته قد تبلغ 30,000. كل 20 يوما ينبت من تحت جلده صف جديد من الأسنان، وكل واحدة أكبر من السن التي تنبت مكانها. يأكل بأسرع ما يمكنه بينما بدأت القروش الأخرى تتجمع. لكنه التهم الفقمة خلال دقائق قليلة، بحيث لم يبق شيء تسرقه القروش الأخرى. اليوم حصل القرش على وجبة. في المستقبل لن ينجح في كل مرة يريد خلالها اصطياد فقمة. إن نجاح القروش في اصطياد الفقمات في جزيرة الفقمة هو بمعدل 47 من مجموع المحاولات. أما لدى القروش التي تتعلم استباق حركة الفقمة وتحسن مهاراتها فقد تصل النسبة إلى 80%. لكن المكان الذي يهاجر إليه وسبب رحيله عن جزيرة الفقمة هما سران عميقان. قد يعود إلى جزيرة الفقمة كل سنة في شهر مايو. قد يبحر مسافة 20,000 كيلومتر من جنوب أفريقيا حتى أستراليا ثم يعود. إننا نعرف عن الفضاء أكثر مما نعرف عن المحيطات. معظم الأشياء التي نعرف عنها موجودة بالقرب من الشواطئ. كلما توغلنا في مياه المحيط ازدادت دراسته صعوبة.
ولأنه يترصد بصمت، فغالبا لا نعرف أين ومتى يجب أن نبحث عن القرش الأبيض. المفترس الناجح هو الذي لا يدعك تعرف أنه حاضر. أنا أعتقد أن معظم الناس الذين أمضوا وقتا طويلا في المحيط قد سبح قرش أبيض بالقرب منهم دون أن يعرفوا بوجوده.